سمعت أمر من أحد المنكوبين علمني فيه كيف تكون العقيدة. رجال، والله رجال، لما سألوه عن أهله ماذا حصل لهم، كلهم ماتوا طبعا. تعرفوا شو قال؟ قال كلهم بخير إلا أنا. قال كلهم بخير إلا أنا. الله أكبر! من الذي ثبتك؟ من الذي علمك؟ من الذي علمك كيف تكون العقيدة وحسن الظن بالله أيها الجبل؟ تعلم أنهم بخير وأنهم مضوا إلى رب الخير؟ تعرف هذا الكلام؟ أمحمد علمك؟ أم القرآن علمك؟ من الذي علمك وثبتك أيها الرجل الضرغام؟ ذكرتنا ببطولات الصحابة. والله لقد ظننا أن زمننا هذا زمن التوافه والإمعات والناس الفاضية، بس لما أسمع واحد زيك بعرف إنه أمة محمد لن تموت. ولادة ولادة، والله ستلد النساء أمثال خالد وأمثال صلاح الدين. لا يمكن أن تموت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لما ترى امرأة تخرج وتمسك حجابها وتشير للناس ما حدا يقترب مني، تعلم أنها هذه حفيدة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، التي كانت تفكر إذا ماتت هل سيتكشف شيء من جسمها إذا ماتت؟ مش حفيد يا ظلمة يا فسقة، مش حفيد والأرب ايدول واللي بدكم تزرعوه في بناتنا وأولادنا ودمرتونا. أصبح الأب لا يستطيع أن يسيطر على بيته. حفيدة فاطمة تجاهد من أجل أن يبقى الحجاب على رأسها وهي طالعة من تحت الأنقاض من على منبر رسول الله. تحية، احترام، تقدير، إجلال لأهل الشام، للرجال الرجال. جبر الله مصابكم إخواني وأحبائي في الله، وجبر الله مصاب إخواننا في تركيا، جبر الله مصابهم ورفع قدرهم وذكرهم في الشام وفي تركيا وفي غزة العزة.